فتخيل معايا راجل تزاد وسط الصحراء بلا سلطة بلا جاه، وفي لحظة يقلب نظام كامل ويحكم البلاد لأكثر من 40 عام بالنار والحديد، وسميتو معمر القذافي. الناس اللي آرائهم كانت كتختلف عليه، شي كيقول عبقري وشي كيقول عطشان السلطة ومسطي. خليكم معايا نحكيو قصة القذافي من خيمة في الصحراء إلى عرش الجمهورية. وسط رمال ليبيا في خيمة بسيطة تزاد واحد الطفل اللي ما كان حتى واحد في خبارو بالله يبدل وجه البلاد بالكامل. كبر معمر وسط الصحراء، وسط الفقر والبساطة، ومن صغرو كان كيعشق الزعامة وكان باغي يولي بحال صلاح الدين أو عبد الناصر. وفي الستينيات القرن الماضي دخل الجيش وبدا كيخطط في صمت. في ليلة 1 شتنبر 1969 معمر القذافي عنده 27 سنة قاد انقلاب على الملك إدريس، وفي الصباح تبدلات الراية ديال البلاد. الملكية طاحت وليبيا ولا الجمهورية العربية الليبية، والقذافي ولا قائد الثورة. القذافي بدا كيشوف راسو وريث لعبد الناصر، ولا كيهضر على الثورة والوحدة الشعبية بتحرير افريقيا من الاستعمار، وكيقول بالله ان الشعب هو اللي خاصو يحكم. كتب كتاب الكتاب الاخضر وقال العالم هنا في ليبيا ما كاين لا رئيس لا برلمان، كاين غير الجماهير، ولكن في الواقع كان هو السيد المطلق. بالنفط بنى القذافي البلاد، التعليم كان مجاني والصحة للجميع، ولكن الحرية ما كانتش. اللي عارض المصير ديالو السجن أو الموت. ليبيا ولات غنية ولكن خانقها الخوف. في الثمانينيات دخل في عداوة مع الغرب واتهموه بدعم الإرهاب وتورطه في تفجير طيارة لوكربي، وأمريكا ضربات طرابلس في 1986، ولكن هو بقى صامد وكيسافر بالخيمة ديالو وكيلبس بزاف ديال الألوان وكيهضر بخطابات غريبة. من بعد العزلة حاول القذافي يرجع للواجهة وسلم المتهمين في حادثة لوكربي وتصالح مع الغرب باش يرفعوا عليه العقوبات، ولكن في بلاده الناس ما كانش بخير. وفي 2011 الربيع العربي وصل ليبيا، الناس خرجت للشارع والقذافي جاوب بالنار، ولكن الثورة توسعات والناطو دخلوا في القضية. طرابلس طاحت والقذافي هرب لسرت، وفين تلاقاوه الثوار في 20 أكتوبر من سنة 2011. كان مجروح ومطارد، وآخر الكلمات ديالو كانت هي أشنو درت ليكم، وسكت صوت القائد اللي حكم ليبيا أكثر من 40 سنة. القذافي كاين اللي كيشوفه زعيم ومقاوم، وكاين اللي كيشوفه مجنون وأهبل. خلى وراه بلاد مازال كتعيش في ظل التاريخ ديالو.